صباح الخير الحباب، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وما ناقصكم حتى شي خير، تكونوا بصحه جيده واحوالكم طيبه. ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا. اليوم صباح عندنا الشتاء والبرد، ولكن الحمد لله هذا هو الجو. اصلا هذا العام هذا سبحان الله الجو جا بارد بزاف في بلجيكا. هو اصلا تيكون الجو بارد، ولكن الناس اللي كانوا قبل مني هنايا، قبل ما نجي انا لهاد الارض السعيده هذه، كانوا تيقولوا لكم كيجي البرد قاصح. وفعلا هاد المره هذه جا البرد قاصح بزاف. يعني كتكون مثلا 1 درجه راه بحال اللي عندك 3 تحت الصفر ولا شي حاجه. ملي كتكون عندك ديك 6 درجات ولا شي حاجه راه بحال اللي عندك درجه واحده. المهم ما عليناش، الله يدوز هاد الشيء على خير وبخير. كنت ساليت البنات، كنت في المدرسه ديك السويعه الاخرى اللي قريبا قربنا نخرجوا فيهم، قاصه كنفكر شو طاح لي على راسي، طاح عليا الكاب كيك، قاصه كنفكر فيه. دونك انا غادي نمشي للدار ان شاء الله، وغادي نشارك معكم الكاب كيك كيفاش تيكون الشكل ديالو. غادي نشاركو معكم على حسب الطريقه ديالي، كل واحد وطريقته، لكن تيجي غزال وزوين. عرفتوا علاش تشهيت وطاح ليا في بالي؟ حيت بحال هكا الصباح ملي تكون غادا ندي محمد ولدي للمدرسه ولا انا ولا هذا، تيكونش عندي الوقت عاد طيبي ولا جبتي، كتهزي داك الكيك مع شويه ديال العصير وكذا، وهانتيا فاطره والوليد فاطر وكل شيء فاطر، فهمتوا؟ يعني بلا ما تبقاي عاد تخلطي وتجلطي صاوي اتاي فيضي الحليب ديري كذا ديري كذا وساهلين. وحتى الانسان مثلا يعني انسان جالس وجاو عنده ضياف على غفله وداك الشيء فتيلقى ما يحط ليهم. المهم حبيبي انا غادي نمشي للدار، غادي نشارك معكم الطريقه ديالي، طريقه سهله وزوينه وبخاتيك، وتيطلع داك الشيء زوين، داك الكاب كيك تيطلع مفشفش وغزال. المهم البنات هادو هما لي زانغريديون اولا المقادير اللي كنحتاج انا في الكاب كيك ديالي باش كيجيكم مفشفش وزوين بحال بونج وكيجي عالي وغزال. نوريكم الطريقه والسر. بالنسبه كما قلت لكم المكونات او لي زانغريديون، عندي كاس ديال الدقيق عامر، عندي كاس ديال الزيت عامر، عندي كاس ديال الحليب، عندي الدقيق بما يعادل 2 كيسان. وبالنسبه للدقيق عينكم ميزانكم على حسب الكميه اللي نتوما باغيين ديروها، وكذلك بالنسبه للحليب على حسب الكميه اللي باغا ديروها باش يعني باش تخرج لكم ديال الكاب كيك. وعندي الخل، عندي المنكه تاع السيترون، عندي المنكه تاع السكر فانيليا، وعندي بيكين باودر او الخماره ديال 16 غرام، هذه معروفه هنايا في بلجيكا ديال 16 غرام. وبالنسبه للمغرب يدير كاين ديال 7 يدير 2 ديال 7، اولا كاين ديال 8 يدير 2 ديال 8. بالنسبه للبيض انايا اصلا كنت كندير غير بيضه واحده لانه كان البيض كبير. هاد المره هذه شريت البيض كبير يعني الال، وخرج لي البيض صغير فغادا نضطر ندير 2 بيضات. بالنسبه للخل، الخل عنده واحد السر كبير بالنسبه للكاب كيك اولا بالنسبه للكيكات ولا بالنسبه لبزاف الحوايج، هو اللي كيعطيهم داك السر باش كيتنفخوا كيجيو مفشفشين، وكذلك تيحيدوا الزفوره ديال البيض. ونسيت قريصه تاع الملح. المهم اول حاجه البنات كنبداو بها بطبيعه الحال هو البيض. ضروري البيض يكون بحراره المطبخ. غنزيدو عليه بطبيعه الحال السكر، نزيدو عليه رشه تاع الملح بطبيعه الحال. عندكم ميزانكم في الرشه تاع الملح، عندكم تشوفوا حطيت بزاف تقولوا راه حطيت بزاف. الخل ماشي دابا، من بعد. دابا غادي نطربوه حتى يعطينا واحد الخليط ابيض بحال الشكل تاع المايونيز. خليكم معايا لانه غادي يكون صداع بزاف.
اسمه الغزالات. ها هو الكاب كيك وجد وجا غزال غزال غزال. المهم هذا اللي عندي في المول، ها هو خرج بحال هاد الطريقه. هذا اللي عندي في المول، حيت انايا ما عنديش المول، عندي غير هذا ديال 6. وملي ما قدنيش درتو هنايا في هاد الصينيه هذه اللي بلا مول. شوفوا هذا خرج مشتت ولكن زوين بزاف، والمنظر انا صراحه عجبني على هذا. ولكن راه بجوج بهم نفس الطريقه. راكم شفتوني كيفاش خدمت. غير هذا اللي في المول وهذا اللي بلا مول. هذا بامكانكم مثلا تزوقوهم بالشكل اللي بغيتو، بالكريمه اللي بغيتو، زويونين ومفيدين حتى للدراري في الصباح الفطور مثلا. او نتيا غدا زربانه لخدمتك ولا غدا خارجه لشي بلاصه، ديري جوج في البواطه ديالك وتتمشي لشي بلاصه وكولي وارتاحي على خاطرك. المهم كيف ما قلت لكم، ها هو الكاب كيك بواحد المقادير اللي سهله واللي هي بسيطه وما خصوش بزاف تاع الخدمه، ما خصوش بزاف ديال التماره. مثلا هاد الطريقه هذه اللي انا كنخدم بها، تخدموا بها الكيك وتخدموا بها حتى الكاب كيك، يعني تخدموا بها بجوج. حتى الكيك رولي اللي كيبغي يصاوب الكيك رولي ولا شي حاجه، هذه راها طريقه يعني براتيك وطريقه مزيانه بزاف. المهم هذا هو الكاب كيك، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال ما تنساونيش من لي لايك ومن لي كومونتير، واللي عجبو هذا الكيك هذا الكاب كيك هذا المشتت المشتت يكومونطي ليا. واللي عجبو هذا الكاب كيك هذا اللي في المول يقول لي اين هو فيهم اللي زوين. بالنسبه لي انا ما كندير ليه لا كريمه لا حتى شي حاجه، ما كنزوقوش لان ولدي ما تيبغيش، وانا كذلك ماشي من عشاق الكريمه بزاف في الحلويات، الا الحلوه راكم كتعرفوا ديال الاخرى اللي ديال لا طاغط ولا شي حاجه. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك ومن لي كومونتير الى بغيتم. بطبيعه الحال بسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الرحمن.